السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير فضلا وليس امرا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى المدارس خلاص كلها ايام بسيطة، وعقبال كل سنة كده ان شاء الله يا رب على خير، وما يكونش في حاجة وحشة ان شاء الله رب العالمين، ويصلح حالنا وحال الأمة العربية كلها يا رب العالمين. بصوا بقى، انا النهاردة بقى قلت ايه، يعني نبتدي نجهز حاجة كده ايام اللي جايه. طبعا زي ما احنا قلنا كده مدارس وكده، وهنبتدي بقى ايه نحضر حاجات ليهم، حاجات بسيطه، حاجات يعني ليهم ليوم عادي لاي ظرف يعني. قلنا بقى ايه نبتدي نعمل معاكم كده ايه النهارده حاجه بسيطه كده. تعالوا ايه نشوف هنعمل ايه. انا قلت بقى ايه اعمل بيتزا كده هتمشي معانا ومعاهم وفي اي ظرف. بصوا انا جبت الدقيق ده مكتوب عليه متعدد الاغراض، ماشي؟ يعني لحاجات كتير بصراحة، كان يعني حلو، جاب معايا نتيجة حلوة، كان حلو. المهم ايه، بص بقى انا ايه هنزل بكيلو ونص من الدقيق. انا ما نخلتش ولا حاجة، لان هو ايه لو نخلته هيخلي العجينة تنفش معايا زيادة، وانا ايه مش عايزاها تنفش قوي. بصوا ادي كده نزلنا ايه اول كيلو. انا عملت في العلبة دي ليه بقى؟ قلت عشان انا كان ممكن اعمل في طبق او اي حاجة تانية، قلت عشان اخلص واقفلها على طول، وفي نفس الوقت ايه تخمر فيها، ما افضلش بقى اغطيها بحاجة وكده، لا هي تتغطى فيها كده وتخمر كله مع يعني في قلب بعض. هنا بقى ايه حطيت، هنا بقول لكم هاخد نصه بس اهو. هقفله برضو واشيله، برضو هنعوزه ايه لحاجة تانية او كده هنخليه. هنا برضو كان في حد بيساعدني، يعني كانت بنتي برضو بتناولني الحاجة هنا بقول لكم العلبه دي عشان اما ايه اخلص اقفلها وتبقى ايه تمام. بصوا هنا دي بقى ذره ملح، دي السنه بتاعتنا، ماشي؟ ودول سكر، وده كده كان لبن بودره، ماشي؟ دي كلها كده مكونات جافه ايه حطيناها. هنشوف برضو لو عايزه حاجه هنحطها، ماشي؟ هنا بقول لكم حطينا بقى ايه اللبن البودره هنا هاخد حبه زعتر. عايزه اقول لكم ان انا لما عجنت العجينه دي والله العظيم وهي في ايديا بعجنها كانت ريحتها تحفه، والله كان كل اللي قاعد جنبي يقول لي ريحتها جميله قوي. بص جبت بقى كيسين خميره هحطهم معايا، واحد بس مش هيقضي. بص فضيته، يعني حسيت ان هو حبه صغيره مش هيعمل حاجه. خدت بقى ايه الكيس التاني، انا كنت حتى قلت يعني لو لقيت الكيس ده يعني كويس، طب انا هخليهم لي هم حبه صغيره. يلا همسكهم بقى كلهم كده في قلب بعضيهم، هقلبهم، هحس ان انا برضو ايه ناقصني حاجه. لا هحط كيس لبن تاني، عشان انا حسيت ان هو اللبن ايه عديه يعني مش كتير. هفتحه بس واحطه. عايزه اقول لكم والله العظيم العجينه بالطريقه دي وبالمقادير دي طالعه معايا زي الفل، ريحه وطعم وكل حاجه. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. هنا يبقى حطيت لها ايه كيسين لبن نيدو، وزي معلقه زعتر كبيره، ونص كوبايه سكر، انا مرضتش اكتر، وايه وذره ملح. لسه بقى هنكمل اقلب برضو كله كده في قلب بعضه. والظرفين الخميره. بصوا بقى انا جبت الزبادي دي، عارفين اديتها طراوه وطعم تحفه تحفه بصراحه. في ناس بتعملها من غير زبادي، انا بحب احط لها زبادي، براحتكم يعني، اللي بيحب حاجه يعملها، بس انا يعني بالنسبه لي بحس ان الزبادي بيجيب معاه نتيجه حلوه، بيطريها وبيخليها حلوه. عايزه اقول لكم بقى ان الميه تحطوها واحده واحده، لان مش كل الدقيق بياخد زي بعضه. في دقيق ممكن ياخد كوبايه، ممكن ياخد كوبايتين، انا الدقيق ده خد معايا 3 كوبايات. بصوا انا بحط حبه حبه،
لحد ما احس انها اتلمت معايا، هتبقى معايا ايه تمام اوي اهو. الف الدقيق بالراحه، انا مش عايزه ايه الفه قوي عشان ما يعفرش ويطير مني. عايزه اقول لكم ان برضو في الوقت ده برضو كانت الريحه برضو بتاعتها طالعه والله العظيم 3 تحفه. يعني منين ما حد يجي جنبها حتى وهي بتخمر ريحتها حلوه. اه بصوا هنا بقى، ادي ايه بقيت الكوبايه الايه الاولانيه. هاخدها كده واحده واحده وحبه حبه لحد لما تلم معايا كلها بالصلاه على النبي كده، وطلعت زي الفل. والف الف هنا وشوف اللي ده منها وعجبته. هنا انا بقلب الدقيق اللي تحت فوق عشان برضو ايه يبقى وصل له الميه وكله ايه يبقى في قلب بعضه. انا حطيت برضو رشه زيت عشان ايه تطرى كمان، ويكون فيها برضو من نوع من انواع الماده الدهنيه ان هي ايه تخليها ايه حلوه. اهو بجيب كل اللي في الجناب وكل اللي من تحت كده وايه واقلب. اهو هنا بقى ايه كملت بقيه الكوبايه. عايزه اقول لكم ان اليوم اللي انا عملت فيه البيتزا ده كان حر جدا جدا بجد يعني. انا قلت برضو كويس ان هو يخلي معايا الخميره تخمر بسرعه، بس ان الفرن تشتغل وتبقى الشقه سخنه والجو حر دي كانت صعبه بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا ايه يعني بعملها بالراحه كده عشان ايه برضو يعني احنا ما عندناش عجان، مش هنقعد برضو ان احنا نشتريها من بره او كده، لا هنعملها في البيت وهنعملها برضو على قد ايدينا كده على قد ما تاخد معانا مش اشكال. هنا برضو ايه كان حد برضو بيملى لي بقيه الكوبايه اهو واحده واحده برضو. العلبة دي كانت اكبر علبة في الطقم، فانا قلت بقى ايه عشان ايه نعجن براحتنا وتاخد راحتها برضو في الايه وهي بتخمر. يعني انا قلت لسه هجيب طبق وادور له على غطا او اغطيه وكده، لا هي العلبة حلوة وبغطاها بكله ونعمل فيها ونسيبها ايه تخمر برضو فيها. هنا بقى ايه عايزه اقول لكم ان هي خدت مني 3 كوبايات ميه، بس عشان الجو كان حر كان كل شويه التليفون يتطفي، كل شويه التليفون يتطفي يقول لي مثلا فاضل ثانيتين فاضل كذا والاقيه ايه اتطفى. المهم ايه هنا بقى ايه برضو لميتها اهو اهو. بصوا هي ايه روقت العجينه اللي في ايديا وهي نفسها خلاص اهي. بصوا بتلزق في قلب بعضيها اهو، بس شويه زيت عشان ما ايه ما تنشفش. وايه لا ده حبه ميه بس عشان ايه كان في حبه دقيق تحت. بس كده هي هنا بقول لكم 3 كوبايات ميه بس. يعني العجينه دي اللي هي كيلو ونص دي خد معايا 3 كوبايات ميه.
اهي اتلمت وبقت زي الفل ومبقاش فيها اي حاجه اهي. قلت برضو عشان حبه الميه اللي تحت دول ايه هلمهم برضو. قلت بقى احط على وشها شويه زيت عشان ايه العجينه بقى ايه تبقى طريه وما ايه ما يحصلهاش حاجه، ما تشققش، ما بقاش في حاجه اهو. بس كده هعمل ايه بقى، هسيبها فيها وايه. انا كنت بقلبها عشان يبقى ايه العجينه كلها فيها ايه زيت. بس هسيبها بقى على كده وهقفلها اهو. بس كده اهو هقفلها وخلاص، وهركنها لحد لما ايه تخمر. هقوم بقى ايه اغسل ايديا. بصوا بقى، على بال ما سبتها تخمر عملت ايه، عسكت لحمه، وكان عندي فراخ برضو قطعتها وعملتها ببصل، وجهزت صلصه وزيت وبيض، حطيت له ملح وفلفل، وقطعت فلفل الوان، وجهزت شويه زيتون، وعملت الصلصه بالايه كان بقيه الزعتر اللي كان فايض حطيت عليه الصلصه. وهنا كان عندي سجق برضو ايه قطعته. انا قلت بصراحه احط السجق ني المره دي كده، انا كل مره بقى ايه بسلقه وكده، بس انا يعني جايباه من الجزار ما فيهوش حاجه، فقلت ايه مش اشكال انا هحطه المره دي ني، وهنشوف برضو اسمها تغيير ونشوف برضو هيبقى طعمها ايه. هنا بقى ايه ابتديت بقى ايه احط زيت كده في الصينيه، وامسك بقى العجينه بتاعتي كده حته حته ايه هقطعها واسيبها في الصينيه. امسكها ايه اظبطها كده اهي، واسيبها بقى ايه في الصينيه. بس كده واجيب غيرها. بسيبها ليه بقى، اسيبها ان هي شويه كده ان هي ايه تاخد راحتها برضو، عشان اما اجي افردها ما ترجعش ايه تلم معايا. سنه زيت صغيره ليه عشان برضو لما احطها وتيجي تستوي ما تلزقش في الصينيه. دي قلت هعملها اللي هي الميني البيتزا، فايه يعني هحطها كده، هحطها كور كور صغيره كده برضو واسيبها ايه تريح. او اقطعها واخليها جنب بعضيها كده. هعمل حوالي 4 صفوف من الكور الصغيرة دي، لان هي الصينية دي اكبر صينية في المقاس ده. اه حسيت دي كبيرة شوية، قلت لا استنى نصغرها عشان ما ايه ما تكبرش معايا قوي. اهو افضل بقى ايه امسكها اظبطها كده واحاول ايه اكورها وايه واحطها. اهو كله كده جنب بعضه جنب بعضه، عشان ايه لما اجي افردها برضو يبقى ايه كله جنب بعضه. زي ما بقولك بقى ايه انتي تعمليها تشيلها في الفريزر كده تنفعك برضو. حد رايح المدرسة حد رايح شغل او كده تسخنيها على طول، مش تاخد معاكي وقت، وكأنك لسه عاملاها بالظبط. وبرضو انتي عاملينها في البيت عارفين ان هي معمولة ازاي وفيها ايه يعني، عشان اليومين دول طبعا واللي احنا بنسمعه وبنشوفه ربنا يستر منه. اهو هنا بقى ايه كنت خلصت الصينيه دي برضو زي ما بقولكوا ده، همسكها بقى ايه اركنها واخليها لما خلاص بقى ايه ترتاح برضو رخرة، على بال ما اكمل الباقي. يعني هيبقى في كام ايه كام واحده ايه غيرها.
اهو. وادي الصينيه كمان اهو، عملت كام واحد يعني 3 مربعين، وهعمل ايه 3 مدورين. يعني 1.5 كيلو بصراحه عمل معايا كذا صينيه حلو. لا تقريبا 4 مدور تقريبا انا حسيت ان الزيت كتير فايه فضيته في صينيه تانية. هجيب بقى برضو العجينه كده وايه احاول اقطع حته مش كبيره عشان ما تنفش معايا قوي. ماشي، خلي بالك بقى من النقطه دي، يعني لما تقطعها ما تقطعش حته كبيره، قطعي حته ايه صغيره كده عشان لما تيجي تفرديها تفرد معاكي وما تنفش في الفرن. انت كده كده بتخرميها وكده، بس ايه نخلي بالنا من الحاجات دي. هنا بقى ايه بعد ما سبتها ارتاح بقى ايه كده شويه، انا حسيت ان التليفون مع الستاند بتهزه مع ان ما بفردها، فقلت اخدها كده بعيد شويه ايه افردها، معرفتش فايه رجعت حطيتها تاني مكانها هتعمل معاها بالراحه. اهو انا بقول لكم بصوا اهي بفردها بالراحه كده. هي كانت حته فتحت مسكتها ايه لميتها مع بعضيها اهي، وايه افردها بالراحه كده اهو. بعد ما فردتها بقى امسكها بقى ايه بالشوكه كده ايه، يعني اعملها بالشوكه كده اشكها بالشوكه عشان ايه ما ت... ما تنفش معايا وهي في الفرن. اهو جبت الشوكه اهي كتير بقى، شوكها كتير عشان ايه ما تنفش معايا ما تبقاش عيش يعني. اهو ابتدي بقى ايه احط بقى الصلصه اهو، اخدت معلقه صلصه اللي هي بالزعتر دي وافردها. انا حسيت ان الصلصه قليله، لا هجيب تاني. بظهر المعلقه كده اقوم ايه فرداها اهو. هي حلوه بقى كده، لقيتها حلوه جميله، اقوم بقى ايه اهو بس افردها بس كويس كده. هجيب بقى فلفل الوان احمر واخضر واصفر وزيتون، وهنشوف بقى ايه هنتعامل معاها ازاي، او مش كتير وهنخلي الوانها حلوه، وبرضو ايه زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق اهو. وادي الزيتون برضو مش كتير، يعني تخلي ايديكي ميزان كده في الحاجه. وهنا بقى ايه جبت السجق كده وايه وانزل ايه واحده واحده كده. هنزل بقى عليها بموتزاريلا اهو برضو مش كتير. عندي بقى البيض اللي انا كنت قلت لكم عليه ضرباه وحط له ملح وفلفل ده، هنزل بالمعلقه حبه حبه عشان ما ينزلش معايا كتير، عشان البيض لما بينزل كتير ممكن بيجري من على الوش كده ينزل لجناب البيتزاية يتلسع معاكي في الفرن. او ننزل بالراحه بيه كده اهو. كل ده عشان نسبب بقى ايه اللي احنا حاطينه الزيتون والفلفل والجبنه والسجق، كل ده يعني ايه البيض زي بيثبته كده اهو. بقول لكم ايه رايكم اهي.
ما فيهاش بيب بيجري كده ولا كده، اهو كله في قلب بعضه. هنا عملت دي سجق، هعمل واحده لحمه مفرومه وواحده فراخ زي ما قلت لكم. اهو ارجع بقى ايه، افرد برضو واحده تانية. هنا حاسه ان التليفون بيتهز، وفعلا هو لما كان بيتهز وقع، بس لحقته بصراحه، كان هيلبس في طبق الصلصه وكانت هتبقى واقعه. الحمد لله على كل حال. هنا حسيتها بترجع تاني، بس برضو قلت ايه يعني هنعملها واحده واحده، يعني افرد العجينه كده ترجع تاني. انا عايزاها تتفرد تثبت، انما انا بفردها هي بترجع تاني. بصي بايديكي كده تحسي انها اتفتحت، تقوم ايه ضمها على قلب، يعني في قلب بعضيها كده. اهي فضلت معاها برضو لما فردتها كويس كده، هبتدي بقى ايه المها كده. امسكها برضو بالشوكة، اشوكها كده، اديها كام شكة بالشوكة. ماشي. اه دي كنت شوكتها بعد ما خلصت، افتكرت ان انا ما ايه ما حطيتش الشوكة عليها بعد ما خلصت. ده انا نسيتها وبتاع، فجيت بقى ايه بعد ما خلصت وحطيت الحاجة، قمت مديها كام ايه شكة بيها كده، وقلت بقى عشان ما تنفش معاه في الفرن. اهو المهم بقى ايه فردت الصلصة برضو كده، زي ما قلت لكم الصلصة دي بالزعتر. اجيب برضو الفلفل الملون، انا حطيت الاحمر، وادي الاخضر، وادي الاصفر. وزي ما بقولك كده ظبطي ايدك وانتي ايه بتحطي، ما تحطيش كتير ولا قليل قوي. وهنا ايه برضو الزيتون كده، انا ما لقيتش زيتون اسود صحيح، جبت ايه اللي هو الاخضر ده، مش اشكال، ده هيمشي وده هيمشي. اهو بصوا، اهو لحقت التليفون في الوقت ده. هنا بقى إيه قلت اجيب دي هعملها ايه باللحمه، انزل بالراحه كده باللحمه، اهي اللحمه المفرومه. اهو اجيب بقى الموتزاريلا برضو اهي على الوش برضو كده. بتلم بقى اي حاجه كده نزلت في الجنب او كده، واقوم ايه يعني يعني طبه كده بايديا على الحاجه كده، عشان ايه يعني تبقى لزقت في قلب بعضيها او مسكت مع بعضيها. انزل بالبيض برضو كده بالراحه، او على الوش كده. اهو بس كده، ايه رايكم بقى؟ جبت بقى اللي هي الايه الميني بيتزا دي، امسكها بقى ايه افردها كده واحده واحده، افردها بالراحه، وبرضو هشكها واحشيها.
زي ما قلنا صلصة وفلفل ملون، وكل ايه صف هعمله حاجة شكل. يعني صف هعمله فراخ، صف هعمله سجق، صف لحمة مفرومة كده اهو. وايه اهو بالصلصة كده اهو. برضو دي تنفع معاكي رايحين المدرسة كده ياخدوا ايه، يعني تسخني لهم بقى كام واحدة. يعني لو حطها في الفريزر او شايلاها كده، تسخني لهم كام واحدة تحطيها في اللانش بوكس كده وياخدوها معاهم وهم رايحين المدرسة. وما تشتريش اكل من بره ولا هم يشتروا حاجة من بره. انا ما بقطعش رزق حد يا جماعة، بس يعني لازم نحرص. اه ايه رأيكم؟ والله شكلها جميل. دي انا مستصغراها ومستسهلاها، يعني حاساها صغيرة حلوة وسهلة عن الكبيرة. قلت اخدهم كده ايه مرة واحدة، افرد وايه واشكشكها وايه واحط في الصينية. عايزة اقول لكم ان انا بس كنت عايزة ان هي تبقى اصغر من كده شوية، لان هي فرشت برضو. يعني انا بكلمكم بامانة باللي حصل عادي، وبنتعلم كل مرة من ايه من المرة اللي قبلها. طول ما احنا عايشين بنتعلم ونعلم بعضينا، مش فارقة اي حاجة. مش بيرجعوا يقولك ايه اللي بيتعلم ما بيتعلمش ببلاش. اه بس انا كنت بوسع وقلت بس هي كده تبقى تمام، يعني هي مش هتزيد تاني. لما دخلت الفرن برضو زادت تاني، ولقيتها برضو ايه نفشت. اهي انزل عليهم بالصلصة بقى كده وطبعا زي ما قلت لكم فلفل، فلفل الوان، زيتون، براحتك بقى اللي انت حابه تحطيه. عايز تحطي بسطرمه، عايز تحطي لانشون، عايزه تسيبيها ساده بالجبنه كده براحتك. بس انا قلت يعني ايه يبقى تنويع وتغيير. عايزه تحطي تونه برضو ايه، كل واحد والايه والحاجه اللي بيحبها. انا عندي مش بيحبوا بالتونه. وطبعا لما تشكلي ما تخليش حاجه واحده بس، يعني حاجه واحده بس اللي هي بصنف واحد، فمش هيرضوا ياكلوها. او ممكن اقولك لا مثلا، حد يقولك اه كلها، حد يقولك لا كده. يعني التغيير مطلوب. اه انا بقى كنت ايه عملتهم وكده، وبرضه كان التليفون فصل مني. انا بقى ايه قلت ايه اصورها لكم بقى ايه بعد ما كام صينيه طلعت كده. او ايه رايكم؟ تستاهل ولا لا؟ تستاهل اللايك بتاعكم الحلو كده وكومنت بتاعكم الجميل ده. اهي حبيت اقربها لكم زياده. اهي ادي اللحمه المفرومه، وادي الفراخ، وادي السجق. او ايه رايكم؟ والف هنا وشفا، سلام.